أمريكا وروسيا زهقوا من الحروب والمناوشات اللي دارت بينهم على كوكب الأرض، وقرروا إن هم ينقلوا الموضوع للفضاء. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا مراجعة فيلم اي اس اس، فتابعوا معايا الفيديو. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتأكدوا إن انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بعد وقوع حرب مدمرة على كوكب الأرض، تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشكل سري إلى التواصل مع رواد الفضاء خارج الكوكب، والمطالبة بالسيطرة على محطة الفضاء الدولية مهما كلف الأمر. اتكلم عن جزئية القصة والسيناريو. تقديم القصة في الفيلم كان غريب جدا. الفيلم بيتكلم عن محطة فضاء خارجية. المحطة دي هي مشتركة بين روسيا وأمريكا، عايش فيها رواد فضاء من روسيا ومن أمريكا. الاتنين عايشين مع بعض ومفيش أي مشاكل، والاتنين متحكمين، مفيش حد هو اللي فارض سيطرته على المحطة بالأكمل. ودي بالنسبة لي كانت حاجة غريبة جدا، ان اصلا روسيا وامريكا الاتنين معروف ان في تاريخ اعداء كبير موجود بينهم، فانت ازاي بتعمل لي محطة فضاء الاتنين موجودين فيها؟ وممكن على فكرة يكون الكلام ده بجد، ولكن انا الفيلم ما خدتوش على محمل الجدية لدرجة ان انا ادور وراه على معلومة زي دي. الحقيقة انا يعني ما اشتريتهاش منه اساسا، فما حاولتش ان انا ادور عليها من اي مصادر خارجية. الحاجة التانية اللي كانت غريبة برضو بالنسبة لي في الفيلم هو طبيعة عمل رواد الفضاء. يعني احنا ايه رائد الفضاء عموما؟ يعني رائد الفضاء بيبقى شغلته ايه؟ هل ان هو مثلا بيطلع يستكشف الفضاء، يشوف فيه اماكن صالحة للحياة موجودة فيه، يشوف يعرفنا اكتر عن الفضاء عامل ازاي وطبيعة سير الامور فيه بتبقى موجودة؟ ولا يعني مثلا ممكن يكون شغله ان هو بيطلع يشوف الاقمار الصناعية اللي موجودة، لو محتاجة صيانة، محتاجة حاجة تتظبط فيها، اي حاجة يعني موجودة؟ يعني لو اكيد رائد الفضاء ده ليه شغل، لكن في الفيلم هنا الشغل اللي بنشوفه له هم انهم بيطلعوا يبقوا موجودين في منطقة اللي هو مفيش جاذبية، فيقعدوا بقى ده يطفو على الارض وده يتشقلب وده يعمل اللي هو يعني. هل ده شغل رواد الفضاء؟ يعني هل رواد الفضاء طبيعة عملهم هي عبارة عن ان هم يطلعوا يقعدوا يلعبوا عشان مفيش جاذبية فوق؟ اكيد لا. ولكن الفيلم ما وراناش حتى جزئية واحدة خاصة بطبيعة عمل رواد الفضاء. اما بقى النقطة اللي جاية معانا وهي حاجة في صلب القصة، وهي اساس الحاجة اللي الفيلم مبني عليها. الفيلم مبني على ان على كوكب الارض بتحصل حرب بين روسيا وامريكا، حرب مدوية وبيستخدم فيها نووي، وحرفيا كوكب الارض بيتدمر ومبقاش خلاص بقى اللي هو فاضل فيه اي حاجة. فكل قوة من القوتين دول بتطالب الناس اللي موجودين في المحطة دي بالسيطرة على المحطة مهما كلف الأمر، حتى لو هيضطروا إن هم يقتلوا الطرف التاني، ولكن لازم يسيطروا على الموقف ويسيطروا على المحطة دي. طيب يعني إيه وجه الاستفادة اللي هتستفيده أمريكا أو هتستفيده روسيا لما يسيطروا على محطة الفضاء الخارجية دي؟ يعني دي الحاجة اللي أنا كان نفسي أفهمها من الفيلم. أنت دلوقتي عامل موضوع الفيلم الأساسي هو السيطرة على المحطة بعد وجود حرب في الأرض. طيب ماشي حلو، ايه وجه الاستفادة اللي هنستفيده لما تسيطروا بقى على المحطة دي؟ يعني هل هتبقوا كسبتوا الحرب كده؟ انتوا اساسا اراضيكوا اتدمرت ونووي والدنيا بايظة، ايه اللي يعني ايه وجه الاستفادة اللي هتسيطروا بقى بيها على المحطة دي هتنفعكم مستقبلا؟ فايه خلال احداث الفيلم الواحد بيشوف بقى مناوشات بتحصل بين الجانبين عشان يسيطروا، ناس وحشين وناس حلوين والحاجات دي، وانت قاعد مش فاهم يعني هو ايه الغرض من كل ده؟ الناس دي يعني بتضرب في بعضيها ليه؟ ولكن النقطة بقى المضيئة اللي موجودة في جزئية السيناريو بالنسبة لي هو ان الفيلم مش متبني وجهة نظر جانب واحد. يعني مثلا الفيلم امريكي، فمش جايب لك بقى ان الجانب الروسي ده اللي هم ناس ما عندهمش مشاعر ولا احاسيس وكلهم تحس الواح تلج واقفة قدامك ومفيش اي حاجة، ناس اللي هو تكرهها كده اول ما تشوفها. لا، هو باين لك ان هم ناس عاديين عادي، فيهم ناس كويسين وفيهم ناس اشرار وفيهم كل حاجة. برضو الجانب الامريكي اللي هو نفس الفكرة، في ناس اشرار وناس طيبين، يعني اللي هو دول بشر عاديين ودول بشر عاديين، مش في بقى الصورة النمطية الروسية اللي بتبقى موجودة لما يعني بنشوف فيلم امريكي فيه اي حد روسي. نتكلم دلوقتي عن الاخراج. بالنسبة لي الاخراج يعني هو ما قدمش الحاجة اللي تخليني انبهر باللي بيعمله، او يقدم الحاجة اللي تخليني اقول ايه القرف اللي انا بشوفه ده. هو بالنسبة لي كان عادي ويعني متوسط، يمكن اقل شويه من المتوسط، ولكن لو ما فيهوش حاجه برضو زي ما قلت لكم تزهقني. هو عادي يعني لو ما فيهوش حاجه. اللي اعيبه بس على الاخراج ان يعني احنا بنتكلم في فضاء، في عصر بقى ان احنا دلوقتي التكنولوجيا متطوره معانا ونقدر نعمل شغل عالي كجرافيك افضل من اللي حصل ده بكتير. ولكن مثلا يعني لو جينا نقارنه بفيلم اسبيس اوديسي اللي معمول من سنه حاجه وستين، فرق السماء والارض. الفيلم اللي معمول من حاجه وخمسين سنه كبصريا افضل بمراحل من فيلم احنا بنشوفوه النهارده في عصر التطور التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه. مش قادرين يعملوا حاجه عدله بصريا زي فيلم معمول من حاجه وخمسين سنه. ولكن برضو عشان ندي الاخراج حقه، يعني هو حاول يعمل بعض اللمسات، كان في بعض مشاهد الاكشن بقى في انعدام الجاذبيه والحاجات دي، حاول ان هو يقدم فيها شيء مبتكر نوعا ما. لكن زي ما قلت في الاخر هو الاخراج بالنسبه لي عادي، يعني ما قدمش حاجه تبهرني،
او حاجة تقرفني. نفس الكلام اللي اتكلمنا فيه عن الاخراج ينطبق بالملي على الاداء التمثيلي. الاداء التمثيلي نفس المعضلة برضو، اللي هو مفيش يعني اي حاجة مبهرة، او يعني اللي هو عادي مفيش تحديات تمثيلية، مفيش اي حاجة. هما ناس قاعدين شوية جمل بيقولوها وخلاص، وفي احداث بقى بتحصل في النص موجودة. تقييمي للفيلم هو 4/10. الفيلم بالنسبة لي يعني ما ارشحوش للمشاهدة اطلاقا. ساعة ونص انت اولى تستفيد بيهم في اي حاجة في حياتك، وكمان في شهر كريم زي اللي احنا فيه ده، لا اعمل لك فيهم حاجة مفيدة لاخرتك افضل بكتير من ان انت تشوف فيلم زي ده. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهاردة. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.